سيد بن قرينة، عودة إلى الصحراء الغربية، هل تظن حتى الشعب المغربي يحتاج إلى تحرر؟ لأنه يعيش الآن حقيقة الاستعمار، يفرض عليه التطبيع، يفرض عليه العبودية، يفرض عليه نظام غير مقبول، يفرض عليه الفقر، التجويع. هل حتى الشعب المغربي يحتاج إلى استقلال؟ هو يحتاج إلى مد المساعدة منا. نحن صحيح في الجزائر نتبنى مبدأ عدم الدخول في شؤون الغير، وخاصة الأشقاء والجيران، ولكن هؤلاء ما داموا جيرانا وأشقائنا ننصح، ونحن دائما عندما نلتقي النخب المغربية التي تناهض سياسة المخزن أننا نقف إلى جنبها مساندين ناصحين بالبرامج وبالأفكار وبالدعاء وبالمناصرة، لأنهم فعلا دولة، شعب عربي مسلم شقيق ثوري مفروض عليه نظام يفرض عليه الصهيونة، ويفرض عليه أنه يتآمر على شعب شقيق جزائري مع الصهاينة فيه، ويفرض عليهم أنه يتآمر بأسلحة وتكنولوجيا صهيونية لضرب عزل في الصحراء الغربية وجيش التحرير الصحراوي، ويفرض عليهم علاقات غير طبيعية مع الجوار ككل، ويفرض عليهم تصريحات نابية تجاه الأمة الموريتانية والسيادة الموريتانية، ولا يعترفون أحيانا بالسيادة. فهذا يحتاج من كل الأمة العربية والإسلامية مساعدتهم يعني أن يكون على رأس هذا النظام رجل يعبر عن طموحات الشعب المغربي. نحن لا نسمح لأي كان أن يتدخل في الشأن الجزائري، كما لا نسمح لنا أن نتدخل في الشأن المغربي، لكن النصيحة نقولها والدعاء ندعو به، والمساعدة متى وجدنا طريقا للمساعدة نساعد.